5 أول هجين فردي أحمر في مصر والشرق الأوسط بإنتاج شركة تكنو سيدز فقط. الهجين ده أو ليه الفلاح المصري يزرع ياقوت 5 كذرة أحمر ما يزرعش أصفر أو أبيض؟ الاتجاه في زراعة الذرة الأحمر أول حاجة بتخليني أقول يزرعوا إن إنتاجيته عالية جدا، بتوصل من 5 ل 5.5 طن الفدان. عندي مجموع خضري قوي، صنف مبكر 90 يوم حصاد، يعني بيوفر معايا ري، صنف متحمل جدا لجميع أنواع الإجهاد سواء كان إجهاد حراري أو إجهاد ملحي أو ظروف جفاف أو غيره. إنتاجيته عالية جدا جدا تحت جميع الظروف، مقاوم للرقاد، مقاوم لللفحة، مقاوم للذبول، مقاوم للذبول المتأخر. صنف فيه صبغة الأنثوسيانين. صبغة الأنثوسيانين دي أكتر حاجة بتدعم النبات نفسه في النمو وبتخليه نبات مقاوم. الذرة الحمراء يعني حاليا أثبتت إن هي أعلى من الذرة اللي إحنا كنا بنزرعها. الياقوت دي عدى التوقعات الموجودة، يعني على الإنتاجية اللي إحنا شايفينها كده يعمل حوالي 4 طن. الذرة الحمراء تعتبر هي أعلى إنتاجية الآن. أول مرة جت المهندسة هنا وقالت لنا عليه وإحنا قلنا نجربه. أنا عندي ذرة دلوقتي متخزن بقاله أكتر من شهر، متخزن منه تمام، وكنت زرعه في الجو القاسي اللي عدى الشتاء والمطر اللي جه بعد ما رويت، وكل في ناس كتير معانا حرثوا الاراضي بتاعتها اللي كانوا زارعين في الفتره معانا. احنا استمرينا وفضلنا معاهم تمام. الظروف الجويه عكسته شويه، ولكن برضه الحمد لله ان هو يدي انتاجيه فوق ال4 طن، يبقى دي برضه حاجه كويسه. الشركه الاشراف بتاعها دايم للزرع من اول ما زرعنا، من اول يوم كانوا معانا في الزراعه، ولكل 15 يوم او 20 يوم بتيجي الدكتوره تشرف على الحقل الارشادي، والارشادات اللي بتقولها لنا وصلتنا للنتيجه اللي موجوده دلوقتي، ان طبعا كوز محترم، يعني وزن كويس، نسبه خضار كويسه للسلاج، لان احنا بنحتاج الذره للسلاج، رغم ان احنا هنفرط الذره ده لانتاجه العالي وبروتين، وان ده خساره يتفرم. يعني كانت تجربه كويسه ونتمنى انها تتكرر في انواع جديده للشركه، لان احنا دايما بنزرع ذره وبنجرب شركات كتير، انما ما كانش فيه اشراف بالطريقه اللي تمت. ان انا يكون عندي شركه مصريه موجوده على اراضي مصريه فيها باحثين مصريين قدروا ان هم طبعا يوصلوا، ان هو الدكتور ماجد حمود اشتغل على صنف الذره الياقوت الاحمر حوالي 14 سنه عشان يوصل لثبات صبغه الانثوسيانين ووجودها في صنف الياقوت الاحمر، علشان يعني تحل ازمه ان انا ابدا ان انا اوفر ذره حمراء موجوده وموجوده الاسعار المصريه اللي موجود بيها الذره الشاميه في الزراعه، بالاضافه ان هي وجود صبغات اللي فيها اللي هي زي ما قلت لحضرتك اللي هي صبغات المهمه جدا في مناعه الحيوان، او ان يكون فيها نسبه بروتين عاليه، فبالتالي اقلل حتى من كميه الذره المستهلكه في الاعلاف، ويكون مزروع على الارض المصريه ومتوفر بالكميات اللي انا محتاجها، فبالتالي ده هيحقق طفره كبيره جدا في الزراعه المصريه وتوفير الذره الشاميه على الارض المصريه ان شاء الله. دي الذره الحمراء هي اللي حضرتك بتتكلم عليها.